حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء العاشر من المسلسل التركي الزوجة الأخرى، ووقفنا في الملخص اللي فات عند سما لما ادت لكران خاتم جوازهم وطلبت منه يلبسه وكران خده، لكن جيلان كانت واقفة ومصدومة، وبيقول كران لسما الخاتم ده مش مجرد خاتم جواز بالنسبة لي، لكن ده رمز لترابط عيلتنا، وانا هلبسه ومش هخلعه من ايدي ابدا. وجيلان بتنهار لما بتسمع كران بيقول كده، وبتطلع على فوق وهي حزينة وقلبها مكسور. وسما بتكون فرحانة بكلام كران، لكن بيحبطها كران لما بيقول لها انا مش هلبسه دلوقتي وبيديهولها تاني، وبتحس سما بالقهر وبيقوم كران وبيسيبها، وسما بتفضل تعيط جامد جدا من قهرتها. وجيلان بتبص على عالية وبتلاقيها بتلعب بلعبة باباها في أوضة كران لوحدها، وبتدخل عليها وبتقول لها انت هنا؟ وعالية بتقول لها ايوه لاني بحب اللعب بالالعاب قوي. وبيدخل كران اوضته وبيلاقي عالية مشغلة اللعبة ومبسوطة قوي، وبيبص لها ويضحك، وبيتفاجئ بوجود جيلان وبيقول لها بقسوة انت بتعملي ايه هنا؟ وجيلان بتقول له انا جيت ورا عالية. وكران بيقول لها طب روحي على اوضتك يلا. وبتمشي جيلان، لكن وهي ماشية بتفقد الوعي، وبيلحقها كران قبل ما تقع وبيشيلها وياخدها على اوضتها. وبتقول ليلى الفريد انا بعتذر مرة تانية بالنيابة عن مصطفى، وبعتذر لك مرة تالتة لاني رفضت انك توصلني. وفريد بيقول لها ما حصلش حاجة، انا اللي بعتذر لو فرضت نفسي عليكم، واوعدك اني مش هقرب من بابكم تاني ابدا عشان ما اعملكوش مشاكل. وليلى بتقول له مشاكل ايه؟ كفايه وقفتك جنبنا من يوم ما عرفتنا، مصطفى بس اللي فاهم غلط وفاكر انك بتقرب مننا عشان الذهب. وهنا كران بينيم جيلان على سريرها، وعاليه بتقول له بحزن وخوف هي جيلان ماتت زي بابا ولا ايه؟ يعني مش هشوفها تاني صح؟ وكران بيقول لها مفيش حاجه من الكلام ده، هي هتنام شويه وهتقوم فايقه صدقيني. وعاليه بتقول له لا انت بتخدعني عشان ما احزنش. كران بيقول لها لا لو مش مصدقاني حطي ودنك على قلبها وانت هتسمعي نبضاته. وعاليه بتقول له لا اسمعها انت. وكران بيحط ودنه على قلب جيلان وبيقول لعاليه شفتي قلبها شغال اهو، وبيخليها تلمس نبض ايديها، ولما بيقرب من نفسها جيلان بتفوق وبتلاقي كران قدامها. وعاليه بتقول لها خوفتيني عليكي، وجيلان بتاخدها في حضنها وبتطمنها عليها. وكران بيقول لعاليه تعالي نمشي ونسيب جيلان تستريح شويه، وبتمسك جيلان ايد كران تقول له ما تمشيش، لكن هو ما بيسالش عنها. وكران بيشد ايده منها وبياخد عاليه وبيمشي. وسما بتكون متغاظه جدا لان كران بلبس الخاتم، وبتقول بس يعدي ال40 بتاع صالح وهتشوف انا هعمل ايه. وبتتخانق جونجا مع مصطفى بسبب انه ضرب فريد، وبيقول لها مصطفى انا عارف الاشكال دي كويس، هو بيحاول يقرب منكم عشان عارف انكم لوحدكم. فبتتغاظ ليلى منه وبتقول احنا مش محتاجين مساعده من حد، وبتطرده بالذوق يعني. لكن مصطفى بيكون بارد قوي ما شاء الله عليك طالع لباباك يا حبيبي، وبيقول لها انا هروح السوبر ماركت وهسيبكم اعصابكم تهدى شويه، ولو احتجتوا اي حاجه ابقوا كلموني على طول. وليلى بتهدي اختها وبتقول لها انا اتكلمت مع فريد واعتذرت له فما تضايقيش نفسك بقى. وهنا كران بيسال عائشه ليه جيلان فقدت وعيها كده، هي ما كلتش؟ وعائشه بتقول له بصراحه هي ما ضايقتش لقمه لان السيده قدرت منع الاكل عنها. وكران بيتضايق جدا وبينزل يتخانق مع مامته، وبيلوم على نادره لانها ما قالتلوش. ومامته بتقول له نادره ملهاش ذنب في حاجه، انا هنا سيده القصر ومحدش يقدر يخالف اوامري ولا يكسر كلامي. وبيقول لها كران وانت شايفه ان الصح اننا نمنع الاكل عنها؟ وبتقول له مامته وانت شايف ان الصح اني ااكل اللي قتلت ابني؟ خليها تتلوى لحد ما تموت من الجوع وتريحنا بقى. وكران بيتغاظ وبيقول لها انت مفيش فايده من الكلام معاكي. وبيدخل كران المطبخ وبيقول لعائشه حضري الجيلان اكل من كل الاصناف الموجوده هنا. وبتسال نادره عائشه انت ليه قلتي له؟ فبتقول لها عائشه هو اللي سالني، وبعدين حرام اللي بيحصل للبنت المسكينه دي. وبتقول لها نادره احنا ملناش دعوه بمشاكلهم، ركزي في شغلك وبس، لان لو السيده قدرت طردتك انا مش هقدر ادخلك هنا تاني. وهنا ليلى بتقلب على النت وبتشوف قهوه للبيع في الحي بتاعهم، وبتقول انا لازم اتصرف في فلوس واشتريها. وبتتصل على واحده صاحبتها عشان تساعدها تاخد قرض. وهنا نادره بتدخل الاكل لجيلان وبتقول لها السيد كران امر انك تخلصي الاكل ده كله. وبتفتكر جيلان لما كران كان ماسك دبله سما وبيقول لها انه هيلبسها ومش هيخلعها من ايده ابدا، وبتحزن اكتر. ولما بتلاقيها نادره مش قادره تتحرك من مكانها علشان تاكل بتساعدها، وبيفضل كران يفكر في اللي بيحصل لجيلان وبيكون زعلان وحزين عليها جدا، لكن بيقول لنفسه فوق لنفسك يا كران دي قتلت اخوك الوحيد. وبتخلص جيلان اكل ونادره بتاخد الصينيه وتخرج، وبتقول جيلان في سرها اخرتها ايه معاك يا كران؟ يعني احيانا تتصرف معايا باسوء كاني عدوتك، واحيانا تتصرف برحمه، لكن كل اللي اعرفه انك في النهايه بقيت جوز سما. وبتدخل نادره وبتعرف كران ان جيلان خلاص كلت، وبتساله محتاج حاجه تانية وبيقول لها كران شكرا وقلبه بيستريح. وتاني يوم الصبح قدرت بتدخل لسما وبتسالها اخبار العشاء بتاع امبارح ايه، وسما بتقول لها هو بدا بشكل جميل لكن انتهى بشكل مأساوي لان كران جرح كرامتي ومرضاش يلبس الخاتم. فبتقول لها قدرت معلش كل حاجه بتيجي واحده واحده. وبتقول لها سما انا فقدت الامل خلاص لاني عارفه ان طول ما بيعشق اللي قتلت جوزي عمره ما هيعتبرني مراته ابدا. وقدرت بتقول لها هو طلعك عشان تفقدي الامل؟ بالصبر كله بيجي. وبتروح ليلى على القهوه، وقبل ما تدخل بتتصل على صاحبتها وبتشكرها على مساعدتها، وبيكون فريد مراقب
ليلى من بعيد وبيقول يا ترى بتخططي لايه. وبتدخل ليلى تقابل صاحب القهوه وبتساله عاوز كام فيها، وبيقول لها صاحب القهوه عاوز 350,000 ليره. وبتقول له ليلى اسمها الاسف انا معيش غير نص الثمن ده، ممكن تكتب الباقي عليا وهسددهم لك في الميعاد المحدد. وصاحب القهوه بيقول لها مع الاسف مش هينفع لاني محتاج للفلوس على بعضها، لكن ممكن اديلك فرصه لحد بكره بالليل، ولو جمعتي الفلوس تعالي نمضي العقد على طول. وبتفرح ليلى وبتقول له انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان اجمع باقي المبلغ، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. وبتمشي وبيدخل فريد لصاحب القهوه عشان يعرف منه هي ليلى كانت جايه له ليه. وقدرت بتعزم جان على الفطار وبتقول له نتيجه التحليل طلعت وتاكدنا ان عاليه تبقى بنتنا، هنعمل ايه دلوقتي؟ وبيقول لها كران انا هقدم طلب وصايه على عاليه. وبتتغاظ سما وبتنزل عاليه تقول لكران بص انا رسمت الصوره ليا انا وانت وجيلان في نزهه. فبيثني كران على رسمتها وبتقول له عاليه هي ليه جيلان مش موجوده معاكم على الفطار؟ هي لسه تعبانه. وبتحكي اللي حصل بين كران وجيلان لما فقدت الوعي الجان. وسما بتتغاظ جدا وبتقوم وبتسيب الاكل وبتقول قدرت لعاليه كلي معانا. وعاليه بتقول لها مش عاوزه وبتسيبهم وتمشي. وبيقول كران للنادره قولي لجيلان تجهز علشان هناخد عاليه في نزهه للحديقه. وبتقول له مامته وجيلان ليه بقى؟ طب ما تاخد سما. فبيقول لها كران عاليه مش عاوزه سما، ده غير اننا مش لازم نضغط عليها ولازم نلبي طلباتها زي ما الدكتور النفسي قال علشان تتخطى ازمتها. وقدرت بتتضايق من كلامه وبتسيب الاكل هي كمان وبتمشي. يلا في 60 يا حاجه. وجان بيقول لكران واضح ان احوال البيت مش مستقره الفتره دي. فبيقول له كران لا مش مستقره دي كلمه شويه، ده احنا بيتنا ما بقاش وراه الفتره دي غير الاثاره والحوادث. وبتقعد ليلى مع مصطفى واختها وبتقول لهم على موضوع شراء القهوه. وبتقول لها اختها منين ما انت عارفه البير وغطاه. وبيقول لها مصطفى انا كنت اتمنى ان انا اساعدكم لكن مع الاسف انا ما حلتيش اي حاجه. وهنا بتخرج جيلان هي وعاليه الكران في الحديقه وبيقعدوا يفطروا سوا. وبتلاحظ جيلان ان الخاتم مش في ايد كران وبتمسك عاليه ايد كران عشان تحطها في ايد جيلان وبتقول لهم انا بحبكم قوي يا ريتنا كنا احنا الثلاثه عيله واحده. وجيلان وكران بيبصوا لبعض بحزن. وجونجا بتدخل على اختها وبتلاقيها بتعيط عشان موضوع القهوه فبتواسيها وبتقول لها ما تشغليش بالك بموضوع الفلوس ده ومع الوقت كل حاجه هتبقى تمام. وليلى بتقول لها انا مش لازم استسلم ابدا. وهنا جيلان بتلعب مع عاليه بالكره في الحديقه وكران بيكون قاعد بيتكلم مع جان. وبيوصل امير وبيمسك الكوره وجيلان بتكون رايحه تاخدها منه فبيعرفها على نفسه وبيتغزل فيها. وكران بيتضايق من نظرات امير لجيلان وبيقول لها بعصبيه خدي منه الكوره. وجان بيسال امير ايه اللي رماك علينا؟ فبيقول له امير جايب لسما معلومات عن ميزانيه الشركه. فبيقول له كران وانت من امتى بتهتم بالمواضيع دي؟ فبيقول له امير سما هي اللي طلبت مني انا ماليش دعوه. وبيسيبه ويمشي عشان يروح لسما وبيفضل يبص على جيلان باعجاب. وكران بيكون متغاظ وغيران جدا. وسما بتقابل امير وبتقول له احنا لازم نتخلص من الزفته دي باي طريقه. وامير بيقول لها لا ما تدخلنيش في الحرب دي، كفايه بقى اني ساعدتك بكل اللي اقدر عليه لحد ما خلصتك من صالح والدور الباقي عليك انت بقى عشان تنفذي اللي وعدتيني بيه. وبيتصل فريد على خاله وبيقول له ليلى طلعت اذكى مما توقعت بكتير، دي بتسعى عشان تشتري قهوه في الحي وطبعا هي اكيد عايزاها ستار علشان يصرفوا ثمن الذهب براحتهم. وبتخرج ليلى ولما فريد بيشوفها بيقفل مع خاله وبيسالها مالك شكلك متضايق كده ليه؟ وليلى بتقول له لا ابدا مفيش حاجه. وفريد بيقول لها لا بقى في، تعالي نتمشى عند الحديقه كده واحكي لي. وبيلاعب كران عالية على المرجحة وبتلاقي جيلان الوردة هيدبل في الحديقة وبتاخد المية وبتروح تسقيه. وبتنزل عالية من على المرجحة وبتقول لها انت بتحبي الورد؟ وبتقول لها جيلان ايوه بحبه قوي. وبتقول لها عالية انا كمان بحبه. وبيلاحظ جان ان كران بيبص لجيلان بحب فبيقول له انا متأكد انك لسه بتحبها وغضبك هو اللي مغطي على مشاعرك. فبيقول له كران بتكبر بلاش كلام فاضي. وجيلان بتسمعهم وبتدعي ان يحصل معجزة تظهر القاتل الحقيقي علشان تخلص من الكابوس ده وكران يحبها من جديد. يلاقي امير قدرت نازله فبيقف وبيقول لها ازاي. وبتبص له قدرت من تحت لتحت كده وبيكون مش طايقاه وما بتردش عليه. وسما بتفضل تشتم على جيلان وبيقول لها امير ليكي حق تغيري منها، البنت جميله قوي جمالها يهوس يا ناس بس هي اللي مش عارفه قيمه نفسها. وسما بتتضايق من مدحه لجيلان وبتتعصب عليه. اما ليلى فبتحكي لفريده عن موضوع القهوه وبتقول له انا هروح اخد كارد من صاحب باب علشان ما اضيعش مني القهوه دي. فبيقول لها فريد لا ابعدي عن المقرضين لانهم ما عندهمش رحمه. وليلى بتقول له ما انا ما قداميش حل تاني وبتسيبه وتمشي. وبيقول فريد في دماغه اكيد لو كان معاها الذهب ما كانتش هتفكر تاخد قرض من حد. وبيقول انا لازم اساعدها. وهنا كران بيعلم عاليه ازاي تصور بموبايله وبتاخد عاليه الموبايل وبتصور جيلان. وبيبص كران لجيلان وبيقول لها بأسوأ احنا ما بقيناش محتاجين لك تقدري تطلعي على اوضتك. وبتطلع جيلان وهي حزينه وبتدخل عاليه المطبخ بالموبايل وبتصور نادره وعائشه. ولما الموبايل بيفصل منها بتزعل جدا ونادره بتقول لها ما تزعليش وخدي صوري بالموبايل بتاعي. وعاليه بتفرح جدا وبتصور
وبتصور سما وهي بتتكلم مع أمير على السلم، لكن أمير ما بيظهرش في الفيديو. وبتقول سما الأمير صالح مات والموضوع ما خلص، ومهما حصل مش لازم كران وجيلان يعرفوا حاجة، وقفل بقى على الموضوع ده. وبتقعد جيلان في أوضتها تفكر في كران، وبتسأل نفسها يا ترى هو لسه جواه مشاعر حب ليا. وبتدخل عالية عليها وبتقطع حبل أفكارها، وبتقول لها أنا صورت فيديوهات جميلة قوي بموبايل نادرة، وبتديها الموبايل عشان تتفرج عليه. وبتقول لها أنا هروح أجيب الشاحن من عمي عشان تتفرجي على الفيديوهات اللي على موبايله كمان. وبيقول كران لجان بطل كل شوية تلمح بموضوع حبي لجيلان ده، لأني خلاص مفيش في قلبي ذرة حب واحدة ليها. وبيقول له جان أنت كذاب، لأن مفيش حد بيقدر يتحكم في قلبه. وليلى بتاخد جونجا ومصطفى وبيروحوا على القهوة، وبتقول لهم ليلى قبل ما أوصل عند المقرض صاحب القهوة اتصل عليا وقال إن في شريك عاوز ياخد القهوة معايا، والحمد لله كده المشكلة اتحلت. وبتقول لها جونجا ازاي يعني هتشاركي واحد ما نعرفوش؟ فبيدخل عليهم فريد وبيقول لهم انا الشريك. وليلى وجونجا بيفرحوا جدا، لكن مصطفى بيتضايق وبيدي كران لعالية الشاحن بتاعه وبيكتب لها الرقم السري بتاع الموبايل عشان تعرف تفتحه. وعالية بتفرح جدا وبتقول له انت احسن عم في الدنيا، وبيحضنها كران وبيقول لها انت احسن بنت اخ في الدنيا. وبتدخل عالية على جيلان وبتقول لها خدي اشحني موبايل عمي وافتحيه علشان تشوفي الفيديوهات اللي عليه. فبتحط جيلان الموبايل بتاع كران على الشاحن وبتفتحه وبتلاقيه مليان صور لها معاه. فبتتفاجئ وبتقول لها عالية طب سيبي موبايل عمي يشحن وتعالي نتفرج على الفيديوهات اللي على موبايل نادرة. وبتشوف جيلان الفيديو اللي عالية سجلته لسما، لكنها بتكون مش عارفة هي بتتكلم مع مين. وبتقول لنفسها يا ترى ايه السر اللي سما مش عاوزاني انا وكران نعرفه؟ انا لازم اكتشف الحقيقة. وبتدخل نادرة على جيلان وبتقول لها مش ده تليفوني؟ فبتقول لها جيلان ايوه عالية سابته معايا بس في فيديو عليه لازم كران يشوفه. ونادرة بترفض وبتاخد منها الموبايل وبتمشي. وبتفضل جيلان محتارة وبتقول لازم كران يشوف الفيديو ده بأي طريقة، وفي نفس الوقت بتكون خايفة لا تكون فهمت سما غلط وتتقلب الترابيزة عليها أكتر ما هي مقلوبة. وبيقول أمير لسما أنت لازم تقنعي كران بأي طريقة يديلي حصة في الشركة. وسما بتقول له ما تتكي على الصبر شوية لأن كران مش شخص ساذج علشان أقدر أقنعه بسهولة كده. فبيقول لها أمير أنا ماليش دعوة دي بتاعتك أنت، وإلا هقلب لك الدنيا كلها، ما هو عليا وعلى أعدائي بقى. وهنا مصطفى بيقول لفريد أنت جبت الفلوس دي كلها منين؟ ولا تكونش فلوس صودا؟ بيقول لهم فريد أنا فلوسي مش صودا ولا حاجة، كل الحكاية إن المشروع اللي كنت ناوي أعمله مع صاحبي ما تمش وصاحبي انسحب وفضل معايا راس مالي، وكنت بدور على شريك جديد. ولما ليلى قالت على فكرة مشروعها فقلت ليه ما اكونش انا شريك. وبيسأل فريد ليلى عن رأيها، وليلى بتقول له اديلي شوية وقت افكر. وبتقول لهم جونجا انا ما بفهمش حاجة في الشغل ده. وبيقول مصطفى لفريد من غير تفكير ليلى مش هتوافق ويلا توكل على الله من هنا بقى. وفريد بيتضايق من مصطفى وبيقول لليلى اقعدي وفكري بهدوء من غير ما حد يضغط عليكي. وبيقول جان لكران على فكرة انا شايف ان حب جيلان لعالية حقيقي، لان الاطفال بيحسوا بالانسان الكويس والانسان السيء عننا. فبيقول له كران ان عالية عقلها مشوش بسبب الاحداث اللي حصلت لها، زائد انها مش محتاجة الحب اللي قتلت باباها، وانا هعرف احل الموضوع ده معاها قريب قوي. وبيخبط امير وبيدخل عليهم وبيقول امير لكران بصراحة انا سمعتكم بدون قصد، وتجول جيلان في القصر بحرية مضايق سما جدا لانها قتلت جوزها، لكن انا متأكد ان عندك اسبابك. فبيقول له كران انا فعلا عندي اسبابي. فبيقول له امير انا راجعت الميزانية مع سما وطلبت مني سما ان انا ارتب اجتماع بكرة واقول لك على كل حاجة. فبيقول له كران تمام مفيش مشكلة، وبيستأذن امير وبيمشي. وبيقول جان لكران مش غريبة تدخل امير في شغلكم؟ فبيقول له كران هي فعلا غريبة وانا مش عارف هو بيسعى لايه بالظبط، وعلشان كده انا لازم اقعد مع نفسي وافكر كويس قوي قبل ما اخد اي قرار اتجاهه علشان ما اغلطش. وبتتخانق جونجا مع مصطفى بسبب معاملته مع فريد، وبيقول لها مصطفى طب وانت مالك محموقة قوي كده ليه؟ ولا تكوني معجبة بيه وغيرانة من ليلى عشان مهتم بيها اكتر منك؟ وبتقول لهم ليلى كفاية خناق زي العيال الصغيرة بقى، وموضوع القهوة ده يخصني انا وانا اللي هاخد القرار فيه لوحدي. وهنا كران بيدخل يطمن على مامته، ومامته بتقول له ان سما حزينة في اوضتها وما نزلتش على العشاء بسبب النزهة اللي عملتها. وبيقول لها كران انا بعمل معاها كل اللي اقدر عليه عشان ارضيها، فيا ريت ما تحملينيش فوق طاقتي بقى. وبتقول له مامته كمل جميلك للاخر والبس الخاتم عشان تهدى شويه. وبيقول لها كران سيبيها على الله بقى، وبيسيبها ويقوم وبيخبط كران على سما وبيدخل وبيقول لها انا سمعت انك زعلانه. وسما بتقول له طبعا من حق ازعل، وبتقفل الباب بمكر وبتقول له انت مش مقدر احساسي مع اني دست على كبريائي وتقبلت اللي قتلت جوزي وبنته الغير شرعيه، كل ده عشان ارضيك، ومع ذلك انت مش راضي تحمي شرفي ولا عاوز تلبس خاتم الجواز. وكران بيقول لها انا عندي استعداد اعمل اي حاجه عشان اسعد عاليه سواء كان مع جيلان او غيرها، وبالنسبه لك فانا وعدتك انك هتفضلي تحت رعايتي العمر كله لانك مرات اخويا يعني امانه اخويا، فيا ريت ما تحملينيش فوق طاقتي بقى. وبيسيبها ويمشي. وبتدخل نادره القهوه لقدرت وبتقول لها قدرت انا امتى بقى هخلص من الهم اللي في البيت ده؟ تقول لها نادره انا من رايي انك تعجلي بدخول كران على جيلان علشان تخلص مهمتها وتمشي من هنا وترتاحوا كلكم. وقدرت بتغضب وبتقول لها مين اللي قالك اني ما فكرتش في الموضوع ده؟
لكني مش قادرة أتقبله، وبتحذرها من الكلام معاها تاني فيه. وبتفضل جيلان تفكر وبتقول أنا لازم أخلي كران يشوف الفيديو اللي أنا شفته بأي طريقة، لأني لو قلت له بلساني اللي أنا سمعته عمره ما هيصدقني. وبتسمع جيلان صوت كران وهو بيتكلم مع عائشة في الطرقة، فبتخبط على الباب وبتنادي عليه عشان يفتح لها، وبتقول له أنا عاوزة أتكلم معاك في موضوع ضروري جدا. وبيفتح كران وبيدخل يقول لها أنا مفيش كلام بيني وبينك، ومفيش حاجة بتخليني أستحملك غير عالية. وبيقفل الباب ويمشي. وجيلان بتحزن جدا وبتقول أنا مش لازم أستسلم حتى لو ما سمعنيش. وليلى بتكتب لفريد رسالة إنها فكرت كويس وهتشوف شريك غيره، لكن ما بتقدرش تبعتها. وبتتصل سيما على ليلى وبتقول لها العم خليل اتعرض لأزمة قلبية ودخل المستشفى. وليلى بتحزن جدا وبتجري عشان تروح تشوفه. وهنا عائشة بتدخل الفطار لجيلان، وجيلان بتسألها عن سما، وبتقول لها عائشة سما دي واحدة سماوية ومحدش في البيت بيحبها، لكنهم خلاص اتعودوا عليها، وما كانتش بتحب المرحوم صالح خالص ولا هو كمان كان بيحبها، يعني بمعنى أصح كده اوعي تثقي فيها. وبتدخل عالية وبتقول لجيلان يلا عشان تنزلي تفطري معانا. وبتقول لها جيلان معلش أنا لسه تعبانة شوية فهفطر أنا هنا. وسما بتنادي على عائشة بصوت عالي، وعالية بتقول لجيلان هي ليه سما بتزعق على طول كده، أنا ما بحبهاش. وجيلان بتقول لها معلش هي أصلا صوتها كده. وبتقول لها عالية أنا هنزل أفطر تحت علشان عمي كرم بيزعل لو ما نزلتش، بس هجيلك على طول. وبتخرج جيلان من أوضتها وبتتسحب وبتبص على سما في أوضتها، وبتلاقيها بتكتب مشاعرها في دفتر اليوميات. وسما بتلاحظ إن الباب مفتوح وبتقوم عشان تقفله، وجيلان بتستخبى بسرعة وبتقول أنا لازم أقرأ الدفتر بتاع سما ده لأن أكيد كل أسرارها كاتباها فيه. وفريد بيروح يزور خاله في المستشفى، وخاله بيقول له أنا حزين قوي لأنهم كان المفروض هيطلعوني النهاردة لكن رجعوا في كلامهم تاني. فبيقول له فريد معلش هم الدكاترة أكيد أدرى بحالتك فما تزعلش لأن أكيد هنا أفضل لك من البيت. وبيسأله خليل عملت إيه؟ فبيقول له فريد أنا هشارك ليلى في القهوة اللي عاوزة تشتريها عشان بكده هكون قريب منها أكتر. وبيسأله خليل طب وهي جابت فلوسها منين؟ فبيقول له فريد قالت إنها خدت قرض وأنا طلبت من جولشان إنها تتحرى عن الموضوع. وخليل بيقول له دي أكيد فلوس ذهبي وهي بتكذب عليه. فبيقول له فريد ما تتعبش نفسك وكله هيبان. وبيقول له أنا هروح أجيب كوباية شاي من الكافيتيريا واجي على طول. وأول ما بيطلع فريد بيلاقي ليلى في الريسبشن وبتسأل على أوضة خليل، فبيستخبى ورا الباب. وبتدخل ليلى وبيقول لها خليل سيبي الباب مفتوح لأني مش عارف أنت ممكن تعملي فيا إيه. وليلى بتسيب الباب مفتوح تقول له أنا جاية عشان أطمن عليك ومفيش في نيتي أي حاجة سيئة ليك. وبيقول لها خليل أنت عاوزة تعملي فيا إيه أكتر من اللي عملتيه؟ امشي يلا من هنا. وبيمثل إنه تعبان عشان هي تمشي. وبيسأل فريد خاله أنت كويس ولا تعبان بجد؟ فبيقول له خاله يا ابني أنا كويس الحمد لله لكن مثلت التعب عشان أمشيه. وبترن ليلى على فريد وبتقول له أنا مش كويسة أبدا وعاوزة أتكلم معاك. وبيقول لها فريد خلاص قابليني في الحديقة بعد ساعة. وبيستأذن فريد من خاله وبيمشي. وبتنزل سما أثناء الفطار وهي لابسة وبتقول لها قدرة إيه ده أنت خارجة ولا إيه؟ وبتقول لها سما أيوة أنا هروح مع كرامة على الشركة بدل ما اتجنن من القعدة في البيت. وعالية بتقول لها أنت أصلا بقيتي مجنونة. فبتضحك قدرة وكران في سرهم وبتقول لها سما أيوة بقيت مجنونة. وبتمشي مع كران. وأول ما بتشوفهم جيلان خارجين بتدخل أوضة سما وبتفضل تدور على دفتر يومياتها. وبتسمع جيلان نادرة وهي جاية على الأوضة فبتستخبى بسرعة ورا الستارة وبتفتح نادرة الشبابيك وبتخرج من غير ما تشوف جيلان. وبتكمل جيلان بحث عن الدفتر لحد ما أخيرا بتلاقيه، لكن بتسمع سما وهي بتقول لكران أنا نسيت محفظتي في الأوضة هجيبها وأحصلك على طول. فجيلان بسرعة بترجع الدفتر مكانه وبتخرج من الأوضة وبتقابلها سما على السلم وبتقول لها أنت إيه اللي خرجك من أوضتك؟ ارجعي عليها حالا. وبتدخل سما على أوضتها وبتلاقي الضرفة اللي فيها الدفتر مفتوحة وبتتأكد إنه موجود وبتقفل الضرف وبتمشي من غير ما تشك في أي حاجة. وجيلان بتقول لنفسها أنا لازم أدخل أوضة سما تاني وبتطلع عشان تروح أوضة سما، لكن بتلاقي قدرت في وشها وبتزعق لها قدرت إنها خارجة من أوضتها وبتزقها تدخلها وبتخلي نادرة تقفل عليها بالمفتاح. وجيلان بتحزن جدا وبتحس بالعجز. وهنا فريد بيروح يقابل ليلى وليلى بتشتكي له من اللي عمه خليل عمله معاها. تقول له انا حزينه قوي لانه مش مصدقني ومش عارفه اعمل ايه. وبيقول لها فريد ما هو طبعا عم خليل مش هيسامحك الا ما يكتشف الحقيقه. وبتقول له ليلى انت لسه عند كلامك في موضوع الشراكه؟ وبيقول لها فريد طبعا. وبتقول له ليلى طب خلينا نبدا بقى عشان اقدر اسدد له دين ويصدق اني بريئه. وبتوصل جونجا وبتشوفهم هم بيحطوا ايديهم في ايد بعض علشان الشراكه فبتتغاظ جدا وبتسالهم خير. وبتقول لها ليلى احنا بقينا شركاء خلاص. وبتقول لهم جونجا بجد طب ألف مبروك بقى. وبتقول في سرها آخرتها بعد الثروة اللي معايا دي كلها هشتغل جرسونة. وفي الشركة سما بتقول لكران أنا عاوزة أمير يشتغل معايا بشكل رسمي كمسؤول عن الإنتاج لأنه قريبنا ومش هثق في أي حد أكتر منه. وبيقول لها كران تمام مفيش مشكلة. وبتفرح سما هي وأمير لأنهم نجحوا في تنفيذ أول خطوة ليهم مع كران. وبتفضل جيلان تخبط على الأوضة علشان أي حد يفتح لها فبتفتح لها عائشة وبتسألها في إيه. وبتقول لها جيلان أنا لقيت فرصة عشان أثبت براءتي لكران أرجوكي ساعديني
توعديني اخرج من هنا. وبتقول لها عائشه تمام بس ارجوكي ارجعي على طول عشان ما تورطينيش. وجيلان بتروح جري على اوضه سما وبتحاول تفتحها لكن بتلاقيها مقفوله، وعائشه بتقول لها مفتاحها مع سما. وجيلان بتقول لها طب معلش انا هطلب منك طلب تاني. وعائشه بتقول لها اموري. وبتدخل نادره وبتبص على جيلان في اوضتها وبتلاقيها خارجه من الحمام، وبتقول لها جيلان هو كرم هيرجع امتى علشان عاوزاه ضروري. فبتقول لها نادره ما اعرفش، وما تحاوليش تخرجي من الاوضه لاننا مش ناقصين مشاكل بقى، وبتقفل عليها وبتسيبها وتمشي. وهنا نادره واورهان بيكونوا قاعدين بيتفرجوا على الفيديوهات اللي عاليه صورتها، وبتتصل سما على اورهان وبتسالها جبتي الطلبات اللي قلت لك عليها؟ وبتقول لها ايوه. وبتسمع سما بالصدفه صوتها وهو طالع في التليفون، وبتسال اورهان ايه ده؟ وبتقول لها اورهان ده فيديو نادره مشغلاه. وبتقول لها ادي الموبايل لنادره بسرعه. وبتسال سما نادره انت مصوراني على موبايلك؟ فبتقول لها نادره لا مش انا، ده الموبايل كان مع عاليه امبارح وهي اللي صورتك. وسما بتتعصب عليها وبتقول لها امسحي الفيديو ده بسرعه. وبتسالها حد غيرك شافه؟ فبتقول لها نادره عاليه كانت سايبه الموبايل مع جيلان امبارح وما اعرفش ان كانت شافته ولا لا. وبتقول لها سما طب امسحيه دلوقتي حالا. وبتتنرفز عليها وبتفتكر سما لما شافت الضرفه اللي في اوضتها مفتوحه، ولما شافت جيلان على السلم، وبتقول اكيد السفله دي دخلت اوضتي علشان شاكه في حاجه. ولما نادره بتدخل لجيلان الاكل، جيلان بتستغل الفرصه وبتنزل تجري على تحت، وبيغضب كران لما بيشوف جيلان وبيقول لها اطلعي على اوضتك دلوقتي حالا. وجيلان بتقول له مفيش قوه على وجه الارض هتقدر تحركني من هنا لان اللي هقوله ده يخص موت صالح. وسما بتخاف وبتتوتر وبتقول جيلان لكران في فيديو عاليه صورته لسما وهي بتقول فيه لحد ان صالح مات بس برضه ما خلصناش، ومش لازم جيلان وكران يعرفوا حاجه غير اللي ملتم قالته قبل اختفائها. شوف انت بنفسك الفيديو وقرر. وبيسالها كران فين الفيديو ده؟ وبتقول له على تليفون نادره. وبيسال كران نادره فين الفيديو؟ ونادره بتقول له انا مسحته. وبتقول جيلان لكران انا كنت عامله حسابي ان ده هيحصل وعلشان كده طلبت من عائشه تنسخه على تليفونها. وبتشغل جيلان الفيديو لكران وقدرت، وبيقول كران لسما انت تقصدي ايه بالكلام اللي بتقوليه في الفيديو ده؟ وبيتعصب عليها وبيقول لها انت مخبيه ايه علينا؟ وبتقول سما انا هعترف بكل حاجه، تعالوا معايا شوفوا الملف اللي في اوضتي. وبيشتري فريد وليلى القهوه وبينظفوها مع بعض وهم مبسوطين وبيرتبوها سوا. وبنرجع فلاش باك وبتكون الحربايه سما عرفت ان جيلان مسكت عليها حاجه، وبتطلب من امير انه يجهز ملف فيه معلومات عن جيلان وعيلتها وعن ماضيهم، وبيجهز محقق مزيف وبيفهمه الحكايه كلها علشان تاخد احتياطها يعني لو جيلان ورطتها في حاجه. وبيشوف كران الملف وبيقول لسما ايه ده؟ وسما بتقول له هعمل ايه؟ بحاول اثبت حقيقه القتله اللي انت مقعدها في بيت، طلبت من محقق انه يتحرى عنها في السر ولو مش مصدقني اتصل انت بيه. فبيقول لها كران خلاص اتصل يفتح السبيكر. وبتتصل سما وبيرد عليها المحقق المزيف بتاعها وبيقول لها انا كنت لسه هتصل عليكي عشان اقول لك ان مفيش اي معلومه جديده، لسه يعقوب عند كلامه بان اخته بريئه وانا براقب جيلان من وقت دخولها القصر وما حاولتش انها تتواصل مع اخوها ولو لمره واحده لحد دلوقتي. وبتقول له سما شكرا وبتقفل معاه. وبيرمي كران الملف في الارض وبيتعصب على جيلان وبيقول لها لحد امتى هتفضلي تكذبي عشان توقعي عيلتنا في المشاكل؟ وبتتعصب قدرت على جيلان وبتقول لها الليله هكون دخلة ابني عشان انت لازم بقى تبقي حامل، واول ما تولدي انا اخد طفلك ودغوري من هنا. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا باذن الله مش هتاخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاه في مواعيد. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مره تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.